مساء الفل يا جماعة. يا جماعة، العلاقة بين أي اتنين، أي طرفين، واحد ومراته، واحد وابنه، أم وولادها، واحد في الشغل وزميله، واحد في الشغل ومديره، واحد شغال معاه. أيا كان العلاقة ليها قواعد يا جماعة. الناس في مصر فاهمة بجد العلاقات غلط. العلاقة بينك وبين أي واحد عاملة زي الكوباية. علاقتك بينك وبين أي شخص، كل ما تعمل فيها حاجة كويسة بتملى شوية في الكوباية دول، وكل ما تعمل حاجة وحشة أو تزعله أو تعمل موقف مش على قد المنتظر منك بتاخد شوية من الكوباية دي. طيب، الذكي هو اللي يفضل سايب دايما كوبايته مليانة. يعني لو انت مع مراتك، لما تقول لها كلمة حلوة عن أكلة طبختها، أو تقول لها كلمة حلوة عن شكلها، أو تجيب لها هدية حلوة، انت بتملى في الكوباية دي. ومع جوزك نفس القصة. أي حاجة فيها تقدير أو فيها حاجة كويسة بتملى شوية في الكوباية ده. أي موقف عكسي، نرفزة، عصبية، ضيقة، أي حاجة، فلو عندك رصيد كافي، كوبايتك مليانة زي ما بيقولوا، بتسحب شوية منها. خلينا بس حذرين عشان الناس ما بتفهمش ليه فجأة ناس متجوزة بقالها 15 و20 سنة يحصل طلاق مفاجئ، أو ناس علاقتهم زي الفل كأصدقاء ويقطعوا مع بعض في لحظة وما عادوش يعرفوا بعض تاني. لانك ساعات في ناس بتقعد تسحب 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 من الرصيد، مش واخده بالها وما بتحطش فيه. فعلى قد ما تسحب خليك ذكي واملى في رصيدك مع الشخص ده. الحاجات دي ما فيهاش حكر يا جماعه. ما فيش حاجه في الدنيا ملهاش تمن مهما كانت، حتى العلاقات الربانيه. يعني زي ما بيقول بين الاسره، مفيش حاجه مش محتاجه. دي عامله زي الزرع اللي لازم ترويها كل شويه. ما تاخدش حاجه فور جرانتد، ما تاخدش حاجه ان هي كده كده مش هيحصل حاجه، عشان ما تفوجئش ان حد علاقتك بيه طيبة جدا فجأة انفجر او قطع معاك او ابتدى يتغير تماما. فدايما سيب عندك رصيد، والرصيد ده متجدد، ولازم على قد ما بتاخد ادي اكتر، عشان ما تفاجئش ان انت في لحظة، في موقف بسيط جدا جدا جدا، نسفت علاقة استمرت سنين. فاملوا كوباياتكم، املوا كوباياتكم، وبلاش تاخدوا اي حاجة فور جرانتد ومتزعلوش.